بشرى زغرطت ليها وإنجي وجدان رقصت لها، وابنها علي ظهر لأول مرة بالحلقة، واللي عملته مذيعة البرامج الدينية إيمان رياض صدم الكل. وإلهام شاهين ما كانتش قادرة تتكلم بإطلالتها، وسلوى خطاب ما كانتش قادرة تمشي، ودنيا عبد العزيز اتحدتها في الرقص ولقطات من افتتاح أكاديمية الراقصة دينا. يا ترى إيه اللي حصل في الافتتاح؟ تفتكروا داليا البحيري كانت بتجري ليه؟ رانيا يوسف عملت إيه معاها؟ مين الفنانين اللي حضروا؟ تعالوا يلا نعرف التفاصيل كاملة في الفيديو ده، بس خليكم معايا للآخر. اللي حصل في افتتاح أكاديمية الرقص بتاعة الراقصة دينا قلب الدنيا كلها، ومحدش مصدق خالص إن كل الأحداث المثيرة دي تحصل في الافتتاح. دينا عاملة افتتاح ولا في الخيال، وريد كاربت وصحفيين وفنانين والدنيا آخر شياكة. ما هو ده مشروع العمر اللي كانت بتحلم بيه بقالها سنين تفتحه، وهو الحلم اتحقق. أما إطلالتها كانت لابسة سكيرت أسود قصير حبتين مع توب أسود، وبصراحة الإطلالة على قد ما هي رياضية علشان تاخد راحتها في الحركة، على قد ما كانت جريئة شوية. دينا أول ما دخلت قالت للكل لازم أسجل مع الكاميرات علشان استقبل حبايبي من الفنانين اللي جايين، وكانت بتتكلم مع كل الصحفيين والدموع في عينيها، ودي دموع الفرحه مش الحزن، مش مصدقه انها في اليوم ده واللي بتحلم بيه. إلهام شاهين كانت اول الحضور، داخله والفرحه سابقاها لدرجه انها ما كانتش عارفه تتكلم خالص من توتر الفرحه، وكل اللي قالته انا فخوره بيكي يا دينا، قدرتي تحققي نجاحات كبيره في مجالك. وما دام قلنا إلهام يبقى لازم الاعلاميه بوسي شلبي اللي كانت معاها واللي كانت داخله وما بتقولش غير مبروك مبروك، حلم دينا اتحقق. مفاجاه الافتتاح كان ظهور ابنها علي لاول مره من سنين طويلة، وظهوره كان عامل جدل على الريد كاربت لأنه لابس تيشيرت مكتوب عليه فن دينا وحلق في ودانه زي الأجانب. بس أجانب إيه، ما مصريين كتير بقوا بيلبسوا الحلق. علي صرح للصحفيين وقال لهم أنا مبسوط جدا بماما وفرحان بنجاحها، لأنها بقالها سنين نفسها تعمل الأكاديمية دي بس ما كانتش عارفة تعملها إزاي، وأنا حاولت على قد ما أقدر أدعمها وأقف جنبها علشان بحبها وبحب شغلها وفخور بيها. طيب يا علي مش ناوي تدخلي التمثيل؟ قال لا أنا بتكسف جدا من الكاميرات ولا يمكن أمثل. طب وبالنسبة للرقص؟ قال بحبه بس ما اتعلمتوش، اخري برقص زي اي حد وخلاص. الفنانه بشرى اول ما حطت رجليها على الريد كاربت زغرطت زغروطه كبيره من فرحتها بنجاح صاحبتها دينا، ومش بس كده كمان قلعت الشال اللي كانت حاطاه على كتفها ورقصت قدام الكاميرات. واللي عمل زيها الفنانه انجي وجدان، رقصت كده على خفيف قدام الكاميرات. ما هو ده الوقت المناسب للرقص، من حقهم بقى يرقصوا. اما بقى اللي صدم الحضور هو مذيعه البرامج الدينيه ايمان رياض، لانهم استغربوا ازاي بتقدم برامج دينيه وجايه تحضر افتتاح اكاديميه رقص. بس عادي كل واحد حر، ودينا صاحبتها وجايه تبارك لها. ورانيا يوسف اللي قلبها ابيض، يعني رغم انها لسه فاتحه مدرسه رقص في دبي بس جت مخصوص علشان تبارك لدينا، يعني مفيش نفسنا وكل واحد بيرزق في مكانه. رانيا كمان كانت داخله مستعجله قوي علشان تبارك لدينا وبتجري بسرعه علشان تاخدها بالحضن وتقول لها مبروك. سلوى خطاب قلقت الناس عليها لانها ما كانتش قادره تمشي ويا دوب بتاخد الخطوه بالعافيه، بس اول ما شافت دينا خدتها بالحضن وقالت لها مبروك. دنيا عبد العزيز حضرت كمان هي وميدو عادل، ودنيا تحدت دينا في الرقص. ايوه ما دينا كانت بترقص قدام دنيا وفضلوا يعملوا شويه حركات. ومن ضمن الفنانين اللي حضروا داليا البحيري، وكانت بتجري علشان ما تسجلش مع الكاميرات، وكمان بسمة وغادة طلعت. قولوا لي بقى ايه رأيكم في اللي حصل في الافتتاح؟